السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه ديالي شيوه ام ريماس. كنتمنى اليوم الفيديو اليوم ينال الاعجاب ديالكم. اليوم غادي نحضر معكم واحد الفلان بهولالا رويال كيجي غزال غزال ولذيذ. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الحبايب ديالكم وندوزو الطريقه ديال التحضير ان شاء الله. هنايا غادي نبداو في المقادير. عندي 3 ديال كراطن ديال الحليب، يترو ونص، وعندي هنايا يترو ديال هولالا، عندي هنايا فلان رويال غادي نستعمل واحد، عندي 5 ديال فلان ديال التشينا غادي نستعملهم كاملين، عندي هنايا 2 مغارف ولا 3 ديال السكر على حسب الذوق، وعندي هنايا النوال اللي حمرته وهرمجته بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندوزو للتحضير، يعني نحضروا ان شاء الله. عندي هنايا يترو نص ديال الحليب اللي غادي نضيفو كامل. من بعد ما غادي نضيف الحليب غادي نضيف هولالا، يترو كامل غادي نضيفو، عندي هنايا فلان رويال اللي غادي نضيفو على داك فلان ديال التشينا اللي عملت داك 5 ديال شصيات كاملين عملتهم في هاد الزلافه. ودابا غادي نضيف عليهم داك فلان رويال وغادي نخلطهم مع بعضيتهم بهذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا غادي نضيف السكر وغادي نبقى نخلط على حسب الذوق ديالكم نتوما، على حسب الحلاوه اللي كتبغيو. عندي هنايا ديك غلاله والحليب اللي ضفت على ديك الطنجره، غادي نخلط مزيان داك فلان وغادي نخلط مزيان كيف ما كتشوفوا معايا بحال هذا الشكل هذا. من بعد ما غادي نخلط ما يبقاش داك المكور داك فلان، غادي نضيفها على بوطه النار تكون متوسطه. من بعد ما غادي نضيفها على النار غادي نضيف النواه وغادي نخلي شويه للتزيين. هنا من بعد ما عملتها فوق النار كنحركها شويه كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي ندوزو لداك المول، غادي نعمل له شويه ديال الكراميل من تحت بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. هاد الشصيه جات مع فلان رويال. هنايا مره كنبقى نحرك داك فلان باش ما يفتش معايا وباش ما يلصقش من تحت كيف ما كتشوفوا. من بعد ما بقى كيغلي لي بحال هذا الشكل هذا وكيطلع شويه كنخليه غير شويه وكنطفي عليه البوطه بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. كلشي واضح عندي. صافي دابا كنطفيو عليه البوطه. صافي دابا من بعد ما طفيت البوطه دابا غادي ننزلهم فوق النار. دابا غادي نعملو في داك المول هو سخون. من بعد ما عملت له داك الكراميل صافي دابا غادي نكبو كامل في هذا المول هذا حتى يعمر لي مزيان. هنايا من بعد ما عمرت هذا المول غادي نخليهم حتى يبردوا مزيان برا النبيره. من بعد ملي هيبردوا لي عاد كندخلهم النبيره غير من تحت. واخا تبيتوهم ليله كامله المهم ما خصهم 6 ديال الساعات في النبيره. دابا غادي ندوزو مرحله ديال التزيين. دابا عندي واحد الاناء اللي غادي نقلب عليه داك المول وغادي يجي بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. دابا غادي نزينوه بالكراميل بحال هذا الشكل هذا كيف ما كتشوفوا معايا. تزيين بسيط ونتوما كتقترحوا التزيين ديالكم اللي بغيتو كيف ما بغيتو. بالنسبه لداك النواه اللي قلت لكم غادي نخليوه هنا التزيين دابا كنزينوه به كيف ما كتشوفوا معايا. انا عملت 2 ديال بلاطوس ونفس التزيين اللي عملت هذاك عملت هذا. دابا حتى هو غادي نعملو شويه ديال الكراميل شويه ديال النواه حتى هو. صافي دابا غادي نزوق بالنواه كيف ما كتشوفوا معايا. ودابا غادي ندوزو نحضروا الديسير. عندي هنايا لافوكا كيف ما كتشوفوا معايا كنقطع بحال هذا الشكل هذا. صافي من بعد ما عملت لافوكا عملت طالينكاس كيف ما كتشوفوا معايا وعملت بانان. وانتم فروطه اي فروطه بغيتو تستعملوا. من بعد ما عملت فروطه زوقتها عفوا بكراميل كيف ما كتشوفوا معايا بحال هذا الشكل هذا. ها البلاطو ديالي كيف جا. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم.
كنتمنى هذا الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم وتشاركوه مع الحبيب ديالكم، وكنتمنى تضغطوا على زر الجرس ان شاء الله باش يوصلكم كل جديد ديالي، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.